السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. وصفتنا لليوم مرقد أو كعك الخميس. شوفوا ما شاء الله رح نحصل عليها بهيدا اللون، بهيدا الشكل وبهيدا القوام وهيدي الطراوة. بالنسبة للريحة بعقده ما شاء الله، والطعم كتير طيب. رح أحكي اليوم كل هيدي التفاصيل. أنا سبق ونزلت فيديو سابق عن المرقد ورح أرجع أعيد مرة تانية. يلا نشوف شو هن المكونات. بالبداية رح بلش بالتوابل. عندي ينسون 2 3 4 5 6. هلا الكمية اللي أنا عملتها ل4 عجنات رح أترك لكم بصندوق الوصف كمية ال4 عجنات والعجنة الوحدة. فإذا ل4 عجنات اللي رح أحضرهم أنا حطيت 6 ملاعق من اليانسون. العجنة الوحدة هي 4 كوب طحين. كل كوب طحين بنحطله ملعقة ونص من هدول التوابل. ورح أحط كمان 6 ملاعق من الشومر. فيك تشتري دقات الكعك الجاهزة، بس أنا بحب أعملهم بالبيت، بتطلع النكهة والريحة أطيب وأكيد أحسن من اللي بنشتريهم جاهزين. كمان طحنت الشومر. وهلا حبة البركة منه طحناه رح احط كمان 6 ملاعق. فاذا هدول التوابل اللي رح يعطونا نكهة حلوة. رح احط لهم كمان نص ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وربع ملعقة صغيرة من المحلب او الحلبة المطحونة. اذا مش متوفر فينا نستغني عنه، بس رح يعطي للمرقة طعم وريحة كتير حلو. فاذا التوابل الناشفة صارت جاهزة معنا. هلا عندي 2 كوب من السمن. وبالنسبة لهيدي الوصفة، هي فيك تحطي بس للعجنة الوحدة اللي هي 4 كوب طحين، فيك تحطي بس كوب سمن أو كوب من الزبدة. وفيك تخلطيهم مثل ما أنا عملتهم. أنا كتير بحب أعمل هيدا الميكس، بيطلع معنا طعم كتير حلوة. وحطيت كمان قالب من الزبدة 200 جرام ما يعادل كوب. قطعتهم شوي لسهولة الذوبان. وعندي بهيدا الكوب نصه زيت نباتي ونصه زيت زيتون. هون عندي 16 كوب من الطحين. حطيت لهم 4 كوب من السكر، لكل عجنة كوب. هون عندي رح حط 12 ملعقة من الخميرة الفورية، وحسب درجة الحرارة. يعني إذا الطقس كتير بارد ممكن تزيدي أو تنقصي، أو حسب من إمتى أنتي فاتحة الخميرة. هيدا كله بيأثر على القوام. فإذا حطيت التوابل الناشفة، حطيت كل المواد الناشفة مع بعضها. وبقي رح حط أنا إضافة من عندي ظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر، كمان رح يعطونا قوام وطعم حلو. فيك تستغني عنهم إذا مش متوفر عندك. رح حرك المواد الناشفة كتير منيح مع بعضها. وهلأ رح انتقل للمواد السائلة. هون عندي السمن والزبدة بعد ما دوبناهن. وأنا حطيت لل4 عجنات كوبين سمن، كوب زبدة، وكوب زيت نصه نباتي ونصه زيت زيتون. هلأ رح حاول بردهم شوي بالحليب. عندي 6 كوب من الحليب لازم يكون دافي. فإذا رح بالبداية هيك عملت مثل تجويف بقلب الطحين، ورح حاول بالبداية اخلطهم بهيدي الطريقة. وبعدين رح بلش قلبهم كلهم مع بعضهم. بالبداية منقلب تقليب، ما بنعجن أبدا. مثل ما شايفين عم حاول بس قلبهم واخلط المواد السائلة مع المواد الناشفة. وكل شوي منزيد شوية حليب. بالنسبة للحليب يعني ما تحطيهم كلهم مرة واحدة، كل شوي ضيفي شوي، لأنه مثل ما بنحكي دايما حسب نوع الطحين قديه بتشرب سوائل. فإذا مثل ما شايفين عم حاول قلب وخلي كل الطحين اللي معي ياخد من الحليب بهيدا الشكل. انا حاولت ما كتير اقصر الفيديو هون ونقص منه مشان تشوفوا كل الخطوات، مشان ان شاء الله تنجح معكم الوصفة من اول مرة. بالنسبة للقوام ما رح يكون كتير قاسي ولا كتير رخو، بس خلي ميل شوي للرخاوة، اسهل بالتشكيل واحسن للقوام العجيني. هلا هون انا حسيت انه خلص كل تشربوا من الحليب، بس بقي اني هيك طرية شوي. بقيت معي تقريبا ما يقارب الكوب من الحليب، رح اتركه لاخر خطوة بعد الشوي. فاذا مثل ما شايفين هلا عم حاول اعجنهم شوي منيح مع بعض. المرقد الحلو فيه انه ما بده وقت طويل بالعجن، المهم انه نمزج المواد الناشفة مع المواد السائلة. فاذا بس صارت معنا عجينة هيك كلها مكوناتها انخلطت مع بعضها بشكل حلو، مثل ما أنا مش بحاجة نعجنها فترة طويلة. ولازم قوامها يكون هيك مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هلأ لازم نريح المرقد كتير وقت. فأنا هون بعد ما عجنتهم المفروض يرتاحوا من ساعة لساعتين، ونغطيهم كتير منيح. غطيهم بشقفة بحرام بأي شي، المهم غطيهم كتير منيح وكمريهم ليطلعوا بوقت أسرع. هون أنا عندي بعد ساعة
المفروض انه ريحهم اكتر، كانوا رفخوا اكتر بس لضيق الوقت. هلا رح بلش كورن، وكمان بعد ما نكورن رح نحتاج انه نرجع نغطيهم، وانا مثل ما شايفين عم بحرص اني غطيهم بورق نايلون مشان ما ينشفوا. فاذا رح كورن كلهم، وبعد ما نكورن كمان رح نريحهم من ساعة لنص ساعة. وهلا رح غطيهم واتركهم يرتاحوا كمان نص ساعة. كل ما ارتاح المرقد بحب الرياحة كتير، كل ما ريحنا اكتر كل ما بنحصل على نتيجة احسن. وهلا بعد نص ساعة رح ابلش باني طبعهم. عندي قالب المرقد، مطبع المرقد. هون حطيت زيت نبات، زيت زيتون، وممكن تستبدليه بسمن بس مشان ما يلزق، يعني المحفر الطابع مشان ما ينزل بقلبه ويلزق. فهيدي المرحلة، هيدي الخطوة بتخلينا انه ما يلزق معنا. شوفوا ما شاء الله بتطلع بكل سهولة ولا اسهل من هيك. مثل ما قلنا ممكن تستبدلي زيت الزيتون بسمن، او حتى فيك تستبدليه بزيت نباتي حسب شو متوفر عندك. بهيدي الطريقة، طريقة جدا سهلة على فكرة، كتير سهلة. وبس مشكلتها المرقد انه بدها وقت، بدها وقت بالرياحة وشوي بدها وقت بالشغل، وهذا الشي بيرجع لحسب الكمية اللي انت عملتيها. فاذا هلا بعد ما رقيناهم كمان كلهم طبعناهم، لازم كمان نتركهم يرتاحوا نص ساعة. بس انا مشان يعني ما كذب عليكم ما تركتهم يرتاحوا، بس بلشت اشوي، يعني اول وحدة طبعتها بلشت اشويها، ومثل ما شايفين انا تركتهم يرتاحوا بالصواني مباشرة مشان ما نقلهم ويتغير حجمهم معي. هلا بعد ما شويناهم، بالنسبة للشوي بنحط دخلهم على فرن محمى مسبقا كتير، يعني لازم الفرن كتير يكون حامي بالبداية. بنحطهم من تحت، فيك تشعل الغاز من فوق ومن تحت. يعني بهن بيقولوا لك انه انا صرت جاهزة واستويت، بس ياخدوا اللون المطلوب. ما رح ياخدوا كتير وقت بالفرن، بالكتير من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر من هيك، حسب درجة حرارة الفرن عندك قدي. هلا كوب الحليب اللي باقي معي مثل ما شايفين، بس نشوي المرقد وهو ساخن بنغمسهم بالحليب، رح يعطينا لون حلو ورح يحافظ على طراوة المرقد وما رح يخليه ينشف ويقسى معنا. وطبعا هدول صغار انا بحطهم لبناتي باللانش بوكس، وشوفوا ما شاء الله النتيجة قديه حلوة، طراوة رائعة، لون، طعم، قوام، بجننوا ما شاء الله. مع اني ما اعطيتهم وقتهم بالرياحة، كان المفروض ريحهم اكتر. وهيك كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات. إذا أول مرة بتشوفوني فضلا وليس أمرا اشتركوا بالقناة، وإذا حابين تعرفوا شو رح نزل وصفات جديدة بالأيام القادمة إن شاء الله اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس توصلكم كل جديد. إلى لقاء مقبل إن شاء الله.